الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. صلى على الحبيب لعل قلبك يطيب. مستر محمد أحمد معاكم لكل طلبة الثانوية العامة من سنة أولى لحد سنة ثالثة بإذن الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف خلق الله. إن شاء الله يا شباب النهارده هنتكلم عن حاجة بسيطة خالص، وهنستكمل المحاضرة اللي فاتت اللي هي معنى كلمة الدعامة. أخدنا بكل بساطة اللي الدعامة هناخدها في النبات وهناخدها في الإنسان، وبدأنا في شرحها المحاضرة اللي فاتت. وبالمناسبة لو أنت ما شفتش المحاضرة اللي فاتت فايتك كتير، لأنها بنشرح كل التكات وكل الملاحظات الخاصة بكل محاضرة عشان تيجي في نهاية السنة بإذن الرحمن معاك كل المحاضرات، معاك كل التكات، معاك كل الملاحظات، تخش الامتحان ان شاء الله تضمن ان انت هتجيب 60 من 60. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف خلق الله. اخذنا الحصه اللي فاتت اخذنا الدعامه في النبات وخلصناها، اخذنا الدعامه الفسيولوجيه واخذنا الدعامه التركيبيه بكل التفاصيل وكل التكات بتاعتها. ان شاء الله جايين نشرح النهارده معاكم الدعامه في الانسان. ان شاء الله المحاضره ديتي هتكون منقسمه لجزئين. الجزء الاول الا وهو الشرح وافي باذن الرحمن، مفيش تكه ما انتش هتعرفها في الدعامه في الانسان باذن الرحمن. اما الجزء الثاني فدوت باذن الرحمن في نهايه الفيديو بيكون فيه كل التكات وكل الملاحظات، وبنراجع كده بسرعه على اللي احنا شرحناه. فما تسيبش الفيديو من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، وما تنساش بقى تعمل لها اشتراك، لايك، الاشتراكات الجميله بتاعتك، وما تنساش تبعته لحبايبك. صلى على الحبيب لعل قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف خلق الله. ازيك شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده، ودايما تكون يعني في توفيق كده، ودايما تكون راضي الوالدين، ده اهم حاجه عشان ايه؟ خاطر السعي بتاعك يستمر. في ايه جميله جدا يا شباب قبل ما نبدا الشرح بتقول، يعني الايه ديتي ربنا من جمالها كررها لك مرتين. قال لك ايه؟ فان مع العسر يسر. ان مع العسر يسر، يعني هو ربنا بيقول لك مع كل عسر عليك هتستمر وهيجيلك حاجة أيسر منها، هتستنتج من كل ضغط عليك حاجة بسيطة خالص. فمتنساش اللي انت تكمل استمرار. كمل يا عم، السنة لسه طويلة، كمل استمرار. حط لنفسك نوتس، حط لنفسك محاولات مرة واثنين وثلاثة. اوعى تيأس في مرة ورب العباد موجود. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. هنبدأ بإذن الرحمن النهاردة في الدعامة في الإنسان. طب يا مستر فكرني يعني ايه كلمة دعامة؟ هقول لك والله كلمة دعامة ديت بكل بساطة احنا اخدناها اللي هي مجموعة من الوسائل ومجموعة من الأجهزة وكل حاجة بقى اللي بتشملها عشان تعمل لي 3 حاجات. أول حاجة فكرة التدعيم اللي هي تدعم لي الجسم. تاني حاجة فكرة اللي هي بتحافظ على شكله. تالت حاجة يا مستر اللي هي بكل بساطة اللي هي بتقيه او اللي هي بتعمل له عملية تقوية. اخدنا التدعيم ازاي اللي احنا بندعم فيه الخلية النباتية، وقلنا اللي فيه دعامة فسيولوجية وقلنا اللي فيه دعامة تركيبية، واتكلمنا على كل واحدة على حدة. النهاردة جايين نتكلم عن الدعامة في الانسان، الدعامة في الخلية الحيوانية بقى، الدعامة فينا احنا. ازاي اللي الدعامة ديتي هتبدأ تعمل لها او تحقق ال3 شروط بتوعها اللي هي التدعيم والمحافظة على الشكل وتقيه. وبرضه نقول مقدمة تانية، احنا بنستكمل منهج سنة تانية ثانوي. منهج سنة تانية ثانوي كنا بنتكلم فيه عن العمليات الحيوية. قلنا العمليات الحيوية دول كام يا مستر؟ قلنا العمليات الحيوية دول 7، خدنا منهم 5 في سنة تانية اللي هم ايه؟ فكرني بيهم يا مستر. اول حاجة التغذية، واخدنا النقل، واخدنا التنفس، وبعد كده في الترم التاني اخدنا حاجتين مهمين جدا، الاخراج والاحساس. انا محتاج الشابتر بتاع الاحساس اخر شابتر في سنه تانية ثانوي ان شاء الله لما نبدا في الحركه في الانسان. طيب انا محتاج بقى النهارده اللي احنا نستكمل فكره الدعامه. قلت لك الحاجتين كمان اللي احنا هناخدهم السنه دي باستكمال للعمليات الحيويه، اللي هي اول حاجه الدعامه والحركه، وتاني حاجه التكاثر. الحاجتين دول مستكملين ال7 عمليات حيويه، يعني هم من ضمن ال7. اخدنا 5 في سنه تانية وهناخد الاثنين في سنه ثالثه باذن الرحمن. قلنا كلمة دعامة، نرجع لمرجوعنا بقى اللي هو بتاع ثالثة ثانوي اللي هي فكرة الدعامة والحركة. أخدنا الدعامة قلنا اللي هي مجموعة من الوظائف ومجموعة من الوسائل اللي بتلعب لي دور مهم جدا في الكائن الحي. قلنا بتعمل لي 3 حاجات، تدعيم وتحافظ على شكله وبتقيه. طيب تدعيم يا مستر يعني بتعمل له ايه؟ بتدعم الكائن الحي ده. طيب بتحافظ على شكله يعني بتعمل له شكله مناسب واتشيك كده يقدر اللي هو يمشي كده. ايوه هو بتحافظ على شكله. تقويه يعني قلت لك اول لما تيجي تضرب بوكس
بوكس يكون انت قوي. يكون انت قوي بمناسبة لايه بقى؟ ده اللي احنا هنشرحه النهارده، ازاي تكون قوي. هي الدعامة خلتك قوي في ايه او اتمثلت في ايه؟ ده اللي احنا هنبدأ نشرحه على الخلية الحيوانية او هنشرحه ان شاء الله على الانسان. تمام، يبقى احنا عرفنا فكرة الدعامة بتعمل لي 3 حاجات: تدعيم، وبتحافظ على الشكل، وبتعمل لي عمليه تقويه. تمام، احنا جايين النهارده نتكلم عن بكل بساطه استكمالا للاجهزه بتاعه الجسم اللي احنا اخدناها في اولى وثانيه. جايين نتكلم عن الجهاز الهيكلي. ايوه، جايين نتكلم عن الجهاز الهيكلي ونعرف يعني ايه كلمه جهاز هيكلي، والجهاز الهيكلي دهوتي ازاي هيحقق لي كلمه دعامه. هقول لك والله بكل بساطه، الدعامه في الانسان هتتحقق لي في الجهاز ايه؟ في الجهاز الهيكلي. طيب الجهاز الهيكلي دوت بكل بساطه هو شويه العظام اللي موجودين في الجسم. طيب مستر، هو انت بتقول لي شويه العظم دول هم اللي هيعملوا في الدعامه؟ هم اللي هيعملوا الدعامه في جسم الكائن الحي. ليه بقى؟ لان لولا العظم اتشكل في صوره مناسبه. ادي فكره الدعامه اللي حافظت على الشكل. تاني حاجة اللي هي بتدعم لي الشكل، بتخليه لي قوي، فبتعمل لي عملية التدعيم وعملية التقوية وبتحافظ لي على الشكل. طب يا مستر الجسم بيتحرك ازاي؟ ده اللي احنا ان شاء الله هنعرفه لما نيجي نشرح الحركة في الانسان. تمام، نرجع لمرجوعنا تاني ونبدأ نقول اللي الدعامة في الانسان بتتمثل لي في الجهاز الهيكلي. طيب الجهاز الهيكلي دهوتي هو الوظيفة بتاعته ال3 حاجات بتوع الدعامة. أول حاجة تدعيم الجسم والحماية بتاعت أعضائه. إزاي؟ أنت قلت لي يا مستر شوية العظام دول هيحملوا الجسم إزاي؟ هقول لك والله ديت هتاخدها في شابتر المناعة. اللي العظم ده بيحتوي على نخاع العظام. نخاع العظام له وظيفه مهمه جدا في المناعه، في شابتر المناعه الفصل الرابع باذن الرحمن. طيب تاني حاجه بيساهم لي في الحركه، ايوه التكوين بتاعه كون لي شكله مناسب. فبدانا بعد كده اشتغلنا اترسمنا عليه العضلات، فبدا بعد كده العضلات تستقبل مؤشر من الجهاز العصبي، تبدا العضلات تتحسن على الحركه، فيبدا الجهاز الهيكلي يتحرك، يبقى بيساهم لي في الحركه. تمام، بيعطي للانسان الشكل المميز بتاعه. يبقى بكل بساطه اللي انا عندي الدعامه في الانسان هتتميز او هتتمثل في الجهاز الهيكلي. ليه يا مستر؟ لانه بيساهم في 3 حاجات: في التدعيم، في التدعيم والحمايه، وبيساهم لي في الحركه، وبيدي للانسان قوه، وبيدي للانسان الشكل المناسب بتاعه. تمام. طيب يا شباب، الجهاز الهيكلي دوت بيتكلم عن ايه يا مستر؟ شويه العظام دول هل هم كده هيكونوا مرتبطين ببعض وخلاص؟ هل هم بيكونوا، انا عاوز اعرف بقى تكوين الجهاز الهيكلي دوت هو ايه؟ شوية العظام دول هيكونوا عبارة عن ايه؟ بيتربطوا ازاي؟ ما بينهم ايه؟ هل العظام ده العدد بتاعه كان كتير وبعد كده قل؟ هل شوية العظام دول الطفل المولود قد العظام بتاعت اللي بدأ يمشي على رجله؟ كل الكلام ده هنبدأ نعرفه النهاردة في محاضرة النهاردة بإذن الله. ركز معايا وصلى على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله. طيب الجهاز الهيكلي دوت يا شباب احنا عرفنا الوظيفة بتاعته هو بتعمل لي 3 حاجات: التدعيم والحماية والمساهمة في الحركة، وبيديلي الشكل المميز بتاع جسم الإنسان. تمام، تعالى بقى نعرف التكوين بتاعه. قال لي والله أول حاجة بيتكون لي من شوية العظم اللي احنا عرفناهم. طيب شوية العظام دول انا هطلق عليهم الهيكل العظمي. يبقى اول حاجة شوية العظم، ركز يا ابو عظمة معايا، شوية العظم بتوع جسمك دول انا هسموهم الهيكل العظمي. تمام. طيب ادي اول حاجة بيتكون منها. تاني حاجة عشان اربط العظام دي لازم احط ما بينها حاجة تمنعها من الاحتكاك. انا لو جبت خشبتين كده اهو وفضلت تحكهم في بعض، يبقى بكل بساطة هيتأكلوا أو هيتخربشوا. هي ديت فكرة العظام، كل لما تحكهم مع بعض كل لما هم يتخربشوا. فقلنا هنجيب مادة نحطها ما بينهم. المادة دهيتي سمتها لك شوية الغضاريف. طيب وبعد كده قلت لك أنا عشان أربط ما بين العظمتين دول هجيب شوية أربطة. تمام، يربط ما بين عظمة وعظمة شوية أربطة. طيب لما نربط ما بين العظام دول بالأربطة ينفع اقول على المكان ده حاجه يا مستر؟ المكان اللي ربطت فيه هقول لك ينفع اللي انت تطلق مكان التقاط العظمتين دول، يعني تربط العظمتين ببعض، ينفع تقول على المكان ده مفصل. فديت الحاجه اللي هنعرفها، المفاصل والاربطه. طيب يا مستر المكان بقى اللي احنا هنربط فيه العظمه بالعضله
يعني العضلات بالعظام. قال لك والله عشان اربط عضلة بالعظمة انا هجيب بكل بساطة هجيب وتر. وديت فكرة اللي احنا هنعرف كمان اللي هو بيحتوي على اوتار. يبقى تاني شوية العظام دول انا محتاج ما بينهم مادة تسهل لي الحركة، قمت رايح جايب لك شوية غضاريف. طيب شوية العظام دول انا عاوز اكون مفصل، المفصل ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على عظمتين واربطة تربط ما بينهم عشان تحدد لي اتجاه المفصل ده، هل هو محدود الحركة ولا واسع الحركة؟ يعني ايه محدود يا مستر؟ يعني دراعك ده هنا عظام وهنا عظام، ما بقدرش اللي انا ارجع المكان ده اللي هو الساعد، ما اقدرش اللي انا ارجعه للنهايه. ليه بقى يا مستر من المفصل ده من مفصل الكوع؟ قال لي والله نوت عشان في اربطه محدوده الحركه. طب تعالى نشوف هنا التقاط العضد بكل بساطة بيكون لي مفصل واسع الحركة، قادر اللي انا اشكله في اكتر من مكان. فبكل بساطة هي ديت فكرة الاربطة، بدأت اللي هي بكل بساطة تحدد لي اتجاه المفصل، سواء هو كان هيكون واسع ولا هيكون محدود. تمام. طيب ايه فكرة الاوتار يا مستر؟ فكرة الاوتار دي اللي انا هربط ما بين العضلة وما بين وما بين العظمة، عظمة وعضلة، يبقى بكل بساطة هجيب الوتر. تمام يا مستر. طيب هل بقى يا مستر شوية العظام دول منقسمين لإيه؟ منقسمين لحاجة. هقول لك أيوة منقسمين لحاجتين كمان. الهيكل العظمي منقسم لحاجتين. أول حاجة الهيكل المحوري والهيكل الطرفي. يعني إيه يا مستر هيكل محوري؟ ويعني ايه يا مستر هيكل طرفي؟ هقول لك والله بكل بساطه الهيكل المحوري يعني بكل بساطه بيبدا لي من فوق بالجمجمه. ايوه هي ديت جمجمه انسان حقيقي. استنوا، ديت جمجمه انسان حقيقي يا شباب، ما تخافوش انا مش خايف، ديت بكل بساطه جمجمه انسان حقيقي. طيب ادي بكل بساطه دي اول حاجه الهيكل المحوري، اول حاجه فيه الجمجمه، وتاني حاجه فيه العمود الفقري، وبعد كده القفص الصدري. يعني بكل بساطة بيتكلم لي على المكان اللي ماسك لي نص جسمي، جمجمة، قفص صدري، عمود فقري. بس خلي بالك اللي العمود الفقري هو اللي شايل لي الجمجمة، وهو اللي بيتوصل لك كمان بالاطراف السفلية بالهيكل الطرفي بس من الاطراف السفلية، وهو اللي بيتوصل لك كمان بالاطراف العلوية. تمام. يبقى اول حاجة معانا الهيكل المحوري بيتكون من 3 حاجات، عمود فقري وجمجمة وقفص صدري. هنعرف اللي ازاي العمود الفقري بيرتبط بالاطراف العلويه، هنعرف كمان اللي ازاي العمود الفقري بيتربط لي بالجمجمه، هنعرف كمان اللي ازاي العمود الفقري بيتربط بالاطراف السفليه، هنعرف كمان فكره العمود الفقري بيتكون من ايه. تمام. طيب الهيكل الطرفي يا مستر يعني كل حاجه متطرفه في جسمك. ادي الطرفان العلواني اللي هي ايدي، والطرفان السفليان اللي هي رجلي، وازاي اللي انا هربطهم، يعني الطرفان العلويان دول ازاي اللي انا هربطهم بالهيكل بالهيكل المحوري. فبكل بساطه الهيكل الطرفي ايدي فيها حزام صدري، يبقى ادي الحزام الصدري والطرفان العلويان. تمام. والحزام الحوضي اللي هو الحوض، والطرفان السفليان اللي هي رجلك. تمام. طيب وبعد كده هناخد الغضاريف، يعني ازاي العظام ده المادة اللي هي هتحركهم لي، وبعد كده ازاي اللي العظام ده بيشكل لي المفصل، وهنعرف ان المفصل فيه مفصل ليه فيه وده موجود في الجمجمة، وازاي هنفهم المفاصل الغضروفية اللي موجودة بكل بساطة ما بين فقرات العمود الفقري، وهنعرف المفاصل الزلالية اللي هي منتشرة لي في الجسم، وهنعرف كمان الأربطة اللي هي موجودة في المفاصل. وبعد كده آخر حاجة هناخدها اللي هي الأوتار. وأظن أنت عرفت كلمة وتر يعني إيه؟ يعني بيربط لي ما بين عظمة وما بين وما بين عضلة. تعالوا نبدأ يا شباب بكل بساطة في الهيكل العظمي. والله قال لي الهيكل العظمي كم عظمة بقى؟ قال لي والله في 206 عظمة في الإنسان. بس خلي بالك 206 ديت في الإنسان اللي بدأ يتحرك على رجله، أمال 200
72 او 73 عظمه دهيت بكل بساطه، وممكن يزيد دوت في الطفل اللي لسه مولود اللي لسه ما اتحركش. طب ليه يا مستر انت بتقول على الانسان اللي اتحرك 206، وليه يا مستر انت بتقول 273 او 72 وفيما يزيد لفوق انت بتقول لي على الطفل اللي لسه مولود والطفل اللي لسه ما اتحركش؟ اقول لك والله بكل بساطه، لان انت هتعرف دلوقتي اللي في عظام بتلتحم مع تقدم العمر، وفي عظام كمان يعني في فقرات كمان بتلتحم اول لما الطفل يمشي. كل ده احنا هنعرفه بالتدريج. تمام، يبقى اول ملحوظه معانا يا شباب 206 دي اول لما الجسم اتحرك، اول لما شفت الطفل اتحرك يبقى ديت على طول احتوى على 206 عظمه. تمام، لكل عظمه يا شباب في ال 206 دول شكل وحجم مناسبين. تمام، يعني كل عظمه في جسمك لها شكل معين وليها وظيفه معينه ولها حجم معين برضو. تمام، طب يا مستر انا عاوزك تشرحها لي باسلوب بسيط برضو ابسط من كده. اقول لك ماشي، انا معاك في كل الطرق. انت هتجيلي يمين هقول لك والله انا هجيلك شمال وهفهمك برضو، هتيجي شمال وتقول لي مش فاهم هجيلك يمين واقول لك هفهمك. صلى على الحبيب لعل قلبك هيطيب. ادي اول حاجه ببساطه العضد دي اسمها عظمه العضد. العظمه دهيت بكل بساطه يا شباب هل الحجم بتاعها زي حجم ايدك من تحت اللي هي الساعد زي الزند او الكعبره او زي صوابعك؟ ما هي صوابعك دهيت فيها عظم. هل العظمه ديت الشكل بتاعها زي العضد؟ هل العظمه دي الشكل بتاعها نفس الحجم بتاع العضد؟ هتقول لي لا يا مستر. طيب هل الوظيفه واحده؟ هل ينفع تتني العضد دي وتشغلها زي صوابعك؟ هقول لك لا. يبقى لكل عظمه في جسمنا شكل وحجم ووظيفه. لكل عظمه في جسمنا ايه؟ شكل وحجم ووظيفه. تمام، طيب ليه بقى يا مستر لهم شكل وحجم؟ طبعا عشان زي ما احنا اتفقنا اللي عشان تقوم بوظيفه معينه هتقوم بيها، يبقى لكل عظمه شكل وحجم ووظيفه مختلفه. تمام، طيب الهيكل المحوري زي ما احنا اتفقنا قلنا العمود الفقري وقلنا الجمجمه وقلنا القفص الصدري. تمام، طب يا مستر الهيكل الطرفي الحزام الصدري والطرفان العلويان والحزام الحوضي والطرفان السفليان. تمام، الحزام الحوضي موجود مع الطرفان السفليان، الحزام الصدري موجود مع الطرفان العلويان. تمام، تعالوا نبدا بكل بساطه، وديت هتكون حصه النهارده اللي هي الهيكل المحوري. تعالوا بقى نشوف يا شباب جمال وقدرة ربنا سبحانه وتعالى ازاي حط قدرته في الانسان في اقل حاجة. هقول لك والله بكل بساطة الهيكل المحوري قلنا اللي هو بيتكون من الجمجمة، ودي وريت لك جمجمة انسان حقيقية اهي، عقبالك كده اما نموت واخد الجمجمة بتاعتك. وكمان هنشرح العمود الفقري وكمان هنفهم القفص الصدري. يعني يبقى الهيكل المحوري بيتكون من 3 حاجات: جمجمه، عمود فقري، والقفص الصدري. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا شباب زي ما احنا عارفين ادي المكان بتاع الجمجمه اللي هو اعلى جسمك، وبعد كده القفص الصدري، وبعد كده العمود الفقري. يعني بكل بساطه المكان ده اللي في نص جسمك هو الهيكل المحوري: جمجمه، عمود فقري، قفص صدري. تمام، طيب ملناش دعوه بقى ولا بالطرفين العلويان ولا بالحزام الصدري. الطرفين العلويان والحزام الصدري اللي هيربطهم لي بقى، اللي هيربط بقى بالهيكل المحوري، ولا لنا دعوه بالحزام الحوضي ولا الطرفين السفلان اللي هيرتبطوا لي بالعمود الفقري. ملناش علاقه بده. احنا بالوقت بنشرح ايه؟ بنشرح الهيكل المحوري. تمام، طيب بعد كده يا شباب هنبدأ بقى نتكلم عن العمود الفقري. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في الهيكل المحوري. أول حاجة فيه العمود الفقري، قال لك والله بيمثل لي محور للهيكل المحوري. يعني بكل بساطة أنا ممكن أجيب لك هنا سؤال علل، يقول لي علل يعد العمود الفقري من إيه يا مستر؟ هو يعد العمود الفقري هو محور الهيكل المحوري. طب يا مستر اللي انت قلتي لي بكل بساطة العمود الفقري محور الهيكل المحوري، هقول لك والله عشان واحد بيتصل لي بالجزء العلوي بتاعه بيتصل لي بالجمجمة. تمام،
وبيتصل لي في منطقة الصدر اللي هو القفص الصدري والطرفين العلويان، بيتوصلوا لي بواسطة عظام الكتف. تمام، وديت ان شاء الله اللي احنا هنفهمها في الهيكل الطرفي. تمام، وبيتصل لي من اسفل من خلال الطرفين السفليان، بيتوصلوا بواسطة عظام الحوض. يبقى بكل بساطة انا عندي سؤال بيقول لي علل يعد العمود الفقري هو محور الهيكل المحوري ليه يا مستر؟ لان شغال لي اللي هو بيتوصل لي بالجمجمة من خلال الطرف العلوي بتاعه، بيتوصل لي بالقفص الصدري والطرفين العلويان بواسطه عظام الكتف، وبعد كده بيتوصل لي من اسفل والطرفين السفليان من خلال عظام الحوض. قال لي والله انا عاوز اتعرف يا مستر عن العمود الفقري ده. هقول لك والله العمود الفقري ده هوتي فيه 33 فقره. 33 ايه يا شباب؟ 33 فقره. انا قلت لك كل عظمه لها ايه؟ لها شكل وحجم ووظيفه، شكل وحجم ووظيفه. تمام، كل عظمه بقى لها شكل مختلف عن التاني، لها حجم مختلف عن التاني، لها وظيفه مختلفه عن التاني. تمام، العمود الفقري بيحتوي على كم فقره يا مستر؟ هو بيحتوي على فقرات. كم عددهم 33. يعني ايه كلمه فقره دوت؟ ان شاء الله كمان بس استنى عليها دقيقه هنفهمها يعني ايه. يبقى 33 فقرة. ال 33 فقرة ده هم يا شباب منقسمين ل5 مجموعات. ايه هم يا مستر ال5 مجموعات دول؟ قال لك والله انا اقسمهم بكل بساطة ل7 موجودين في منطقة الرقبة، فسميتهم 7 فقرات رقبية، او بكل بساطة سميتهم 7 فقرات عنقية. تمام يا مستر؟ طيب، وبعد كده يا شباب قال لي والله انا عندي 12 فقرة يعني متصلين بالقفص الصدري. تمام، طيب، وسميتهم بكل بساطة فقرات صدرية. تمام، وموجودين بكل بساطة في الظهر، فممكن اقول عليها صدرية وممكن اقول عليها ايه يا شباب؟ وممكن اقول عليها الظهرية. تمام، طيب، وعندي كمان يا مستر 5 فقرات موجودين في التجويف بتاع البطن، فقلت عليهم فقرات قطنية. تمام يا مستر؟ طيب، وعندك ايه تاني يا مستر؟ قال لي والله عشان نعمل اربط الطرفين السفليان بالهيكل المحوري من خلال العمود الفقري، فعملت 5 فقرات عجزية. تمام يا مستر؟ وايه تاني يا مستر؟ قلت له والله انا مش هبخل عليك بحاجة بسيطة خالص كده، هديك 4 فقرات وسميتهم فقرات عصعصية. تمام يا شباب؟ طيب، بس انا عندي هنا ملحوظة هقول لك قولها لي يا مستر، هي ايه؟ اللي عندي ال5 فقرات عجزية ده همتي التحموا مع بعض، اتلموا مع بعض، وقال لي والله انا هكون لك عظمة واحدة، تكون عظمة واحدة يا شباب. تمام، هي ومين يا مستر؟ هي وال4 فقرات عصعصية اتلمت لي برضو في عظمة. تمام، طيب، يبقى يا مستر اتلمت لي امتى؟ هي اتلمت كده على روحها امتى وقالت انا بص انا هخلي ال5 فقرات دول مكان واحد بس؟ ويقول لك والله اول لما الطفل يبدأ اللي هو يحصل على الحركة ويمشي، اعرف ان الفقرات العجزيه دياتي اتلمت في عظمه واحده والتحمت مع بعض، وال4 فقرات عصعصيه دياتي اتلمت برضو مع بعض واتلموا لي في عظمه واحده. تمام يا شباب؟ يبقى بكل بساطه عندي كم فقره في العمود الفقري؟ عندي 33. قسمتهم لكم مجموعه؟ قسمتهم ل5 مجموعات. بدايتهم الفقرات الرقبيه او العنقيه، ثانيهم الفقرات الظهريه او الصدريه، بعدها الفقرات اللي هي بتاعت التجويف البطني اللي هي القطنية، بعدها الفقرات بكل بساطة العجزية، وبعدها العصعصية. بس خلي بالك هنا بقى، الفقرات العجزية اتلمت لي في فقرة ايه؟ اتلمت لي في عظمة واحدة. هي والفقرات العصعصية برضو ال4 فقرات عصعصية اتلمت لي في عظمة واحدة. تمام، يبقى هنا هوتي لو قال لي كم عدد الفقرات يبقى 33 فقرة في العمود الفقري. طب كم عدد العظام بتاع العمود الفقري؟ هنا بقى اللي انا هقول لك هنوتي كم عدد العظام، تقول له 26. طب ليه بقى يا مستر؟ ده انا عندي 33 فقره المفروض يبقوا 33 عظمه. 33 عظمه يا حبيبي في الطفل اللي لسه مولود، في الطفل اللي لسه ما اتحركش. امال الطفل اللي اتحرك يبقى هو بكل بساطه لم ال5 دول في عظمه
ولم الاربعه دول في عظمه، لما تطرح 9 من 33 يبقى بكل بساطه 24. ولما تزود عليهم العظمه بقى اللي اتلمت ديت اللي هي الخمسه العجزيه يبقى بواحد، وتزود كمان الاربع فقرات عصعصيه اتلمت في عظمه يبقى بواحد، يبقى بكل بساطه عندي 26 عظمه في العمود الفقري. تاني يا شباب، تاني. اولا بكل بساطه قلت ان العمود الفقري دوتي محور الهيكل الطرفي. قلت لك بكل بساطه ان العمود الفقري ده بيتصل لي من الطرف العلوي بتاعه بالجمجمه. قلت لك بكل بساطه ان العمود الفقري ده بيتوصل لي بالقفص الصدري وبيتوصل لي بالطرفين العلويان عن طريق عظام الكتف. قلت لك بكل بساطه ان العمود الفقري بيتوصل لي بالطرفين السفليان عن طريق عظام الحوض، يعني ماسك فوق وفي النص وتحت. تمام. طيب قلت لك ان العمود الفقري ده بيتكون من 33 عظمه بس في الطفل اللي لسه ما اتحركش، امال الطفل اللي بدا يتحرك بيتكون من 26. طب ليه يا مستر انت بتقول لي هنا 33 وليه يا مستر بتقول لي هنا 26؟ هقول لك والله لان ال 33 فقره دول قسمناهم في 5 مجموعات، كل مجموعة بتناسب المكان اللي موجودة فيه. فأول حاجة السبع فقرات عنقية اللي هي المتواجدة في الرقبة، وتاني حاجة الفقرات الصدرية أو الظهرية المتواجدة في الظهر ومن الأمام مرتبطة كده بالقفص الصدري. تمام. وبعد كده قلت لك اللي فيه 5 قطنات بطنية أو بكل بساطة قطنية. وبعد كده قلنا اللي فيه 9 فقرات بقى منقسمة لحاجتين، الفقرات العجزية وديت هتلتحم أول لما الطفل يتحرك هتلتحم لي في عظمة واحدة، والفقرات العنقية ال4 فقرات عنقية هتلتحم برضو في عظمة واحدة أول لما الطفل يتحرك. لما تطرح ال9 فقرات من ال 33 هيديها 24. طيب وعندي بقى الفقرات العجزية اتلمت في عظمة وعندي الفقرات العصاصية اتلمت في عظمة، يبقى 2 زائد 24 يبقى 26 عظمة في العمود الفقري. تمام. طيب يا مستر هل كل الفقرات ديتي بشكل واحد ولا باكتر من شكل؟ دوت اللي احنا هنعرفه دلوقتي. هقول لك لا، صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنبدا العمود الفقري من فوق لتحت. اول حاجه قلت لك في 7 فقرات رقبيه او عنقيه، ادي ال7 فقرات بتوعي. هقول لك والله الفقره رقم 1 بشكل، تمام. طيب والفقره رقم 2 بشكل يا مستر، تمام. ومن 3 لحد 7 بشكل مختلف خالص. يبقى بكل بساطة عندي كام شكل في الفقرات العنقية؟ عندي 3 أشكال، الفقرة الأولى بشكل والفقرة الثانية بشكل، والفقرة من أول 3 لحد 7 ديت بتكون لي شكل. تمام يا مستر. طيب بعد كده هقول لك والله الفقرات الصدرية بشكل واحد، تمام. وعندي الفقرات القطنية بشكل واحد برضو، وعندي الفقرات العجزية الملتحمة بشكل واحد، وعندي الفقرات العصعصية بشكل واحد برضو يا شباب. يبقى أنا عندي كم شكل بقى في العمود الفقري؟ عندي 7 أشكال من الفقرات في العمود الفقري. يبقى تاني الشكل بتاع اول فقره في العمود الفقري ده الفقره بتاعته بشكل مختلف، تمام. والفقره الثانيه بشكل مختلف، ومن اول 3 لحد 7 في الفقرات بشكل مختلف يا شباب. يبقى انا عندي كده 3 اشكال متمثلين في الفقرات العنقيه او الفقرات الرقبيه. تاني حاجه يا مستر ال 12 فقره صدريه او الظهريه بيتمثلوا لي في شكل، والقطنيه في شكل، والعجزيه في شكل، والعصعصيه في شكل. يبقى دول 4 اشكال، وعندي 3 في العنقيه او الرقبيه. يبقى كده 7 اشكال في العمود الفقري. تمام. طب يا مستر هل بقى الفقرات دي اللي انت قاعد تشرحها لي وتقول لي انا قسمتها في مجموعات ووديتها ل5 مجموعات وشفت مين فيهم الملتحمة ومين فيهم اللي مش ملتحمة، هل بقى بعيدا عن الفقرات العجزية اللي التحمت لي في عظمة وبعيدا عن الفقرات العصاصية اللي ملتحمة في عظمة، هل بقى يا شباب القطنية والصدرية والعنقية هل هم التحموا مع بعض ولا هم بكل بساطة متفرضين كده؟ هقول لك ديت بقى بكل بساطة العنقية والصدرية والقطنية كل فقرة فيهم لوحدها متمفصلة، اللي بيربط ما بينهم
الكرسي الغضروفي واللي بيربط ما بينهم، كل فقره بتربط بيه اللي بعدها واللي قبلها بالنتوءات، ودوت اللي ان شاء الله نبدا اللي احنا نشرحه في الفقره. تمام. يبقى بكل بساطه عند العنقيه والصدريه والقطنيه كل دول متمفصله. امال فين الملتحمه يا مستر؟ الملتحمه العجزيه والعصعصيه، كل واحده ملتحمه لها في عظمه. تمام. قلنا العنقيه 7 فقرات، وقلنا الصدريه 12 فقره، وقلنا القطنيه 12 فقره، وقلنا كمان العجزيه 5 فقرات، وقلنا العصوصيه 4 فقرات. سمينا الفقرات العنقيه بالفقرات الرقبيه، سمينا الفقرات الصدريه بالفقرات الظهريه، سمينا الفقرات القطنيه بالفقرات البطنيه، وبعد كده العجزيه، وبعد كده العصعصيه. تمام. تعالوا يا شباب نعرف اللي بعد كده. اهيتي انا عندي الفقرات العنقيه اللي هيتحط فيها بكل بساطه الجمجمه، وعندي الفقرات الصدريه اللي هتربط لي القفص الصدري، وعندي الفقرات القطنيه اللي موجوده في التجويف البطني، وعندي العجزيه والعصوصيه. دول بكل بساطه العجزيه ديتي هي اللي هتربط لي الطرفان السفليان عن طريق عظام الحوض. تمام. طيب بعد كده يا شباب قلنا اللي الفقرات العنقيه عددهم 7، ترتيبهم من 1 ل7، سميناها بالعنق عشان موجوده في المنطقه بتاعه الرقبه. الحجم بتاعها متوسط، الحجم بتاعها متوسط يا شباب. بعد كده قلنا اللي هي متمفصله، يعني كل فقره موجوده لوحدها. لو احنا جينا بصينا للشكل ده اهو هتلاقي اللي كل فقره يا شباب لوحدها، ما بينهم القرص الغضروفي. تمام. طب لو انت جيت بصيت بقى للعجزيه هتلاقي كلهم التحموا في عظمه واحده. لو جيت بصيت للعصوصيه الجزء البنفسجي الصغير ده هتلاقي بكل بساطه التحموا لي في عظمه واحده. تعالوا نكمل. بعد كده قلنا الفقرات الظهريه او الصدريه دي تعددهم 12 ومن 8 لحد 19، وموجوده في المنطقه اللي هي بتاعت الصدر، ودي اكبر من العنقيه. تمام. وبعد كده اخدنا القطنيه وقلنا العدد بتاعها 5، وقلنا اللي موجوده في منطقه البطن او التجويف البطني، وديت من عددها من 20 لحد 24، وديت اكبرهم في الحجم. اكبر الفقرات المتمفصله في الحجم هي الفقرات القطنيه. تمام. قبل ما نبدا في العجزيه والعصوصيه انا عاوز اعمل لك علاقه بيانيه يا شباب بتوضح لي بكل بساطه الحجم بتاعت الفقرات المتمفصله. انا قلت لك عندي كم فقره متمفصله يا شباب؟ عندي 3، الفقرات العنقيه والفقرات الظهريه والفقرات القطنيه. الحجم بتاعهم ماله يا مستر؟ حجم القطنيه كبير، وحجم الظهريه اكبر من العنقيه، بس اصغر من ايه يا مستر؟ اصغر من القطنيه. ومين اصغرهم بقى في المتمفصله؟ خلي بالك بقول لك كلمه متمفصله، يعني لما اجي اقول لك كلمه متمفصله يا مستر يبقى اختار ايه؟ يكون قدام عينيا 3 حاجات، اللي هي الفقرات العنقيه والفقرات الظهريه والفقرات القطنيه. 3 انواع من الفقرات دهيت بتكون فيهم ايه يا مستر؟ بتكون فيها بكل بساطه متمفصله، يعني كل فقره لوحدها مش ملتحم. تمام. مين اكبر الفقرات فيهم يا مستر؟ هي الفقره رقم 24، اخر فقره في القطنيه، اكبر الفقرات المتمفصله. طب مين اصغر واحده فيهم يا مستر؟ اول واحده في العنقيه. تمام. يبقى انا عندي 24 وعندي 1، ممكن اللي انا اقدر ارسم مثلث. تمام. بحيث ان الفقرات القطنيه هي اخر حاجه فيه اللي هي الكبيره، واوسطهم بقى يا شباب اللي هي ال 12 فقره ايه؟ ظهريه، اللي هي بكل بساطه اكبر من العنقيه. تمام. يعني نص المثلث ده بكل بساطه الفقرات الظهريه، والجزء اللي تحت الكبير اللي فيه القطنيه، والجزء الصغير اللي فيه اللي هي العنقيه. طيب لما اجي ارسمها في الرسم البياني يا مستر الاقي عندي الاكبر الفقرات المتمفصله اللي هي بكل بساطه القطنيه اللي مواجهه للتجويف بتاع البطن، واللي بعدها في الحجم اللي هي الظهريه، والاقل واحده اللي هي بكل بساطه العنقيه. تمام. يبقى ديت الفقرات انهي يا مستر؟ ديت الفقرات المتمفصله. طيب لما يجي يقول لي اكبر الفقرات المتمفصله رقم 1 ولا 2 ولا 24، يبقى رقم 24. طيب لما يجي يقول لي اصغر الفقرات المتمفصله يبقى بكل بساطه هي الاولى العنقيه. تمام. طيب بعد كده يا شباب عندي الفقرات العجزيه وعندي الفقرات العصاصيه اللي هي بكل بساطه الفقرات الملتحمه، اللي انا همسك ال5 فقرات
هلتحمهم في ايه؟ هلتحمهم في عظمه واحده، وهمسك الاربع فقرات عصعصيه التحمهم في فقره واحده. تمام. طيب العجزيه ديت يا مستر عددها 5 من 25 ل 29، ودهيت بكل بساطه ما بين العظمتين بتاعه الحركفه. واحنا هنفهم يعني ايه كلمه حركفه كمان شويه باذن الرحمن في الهيكل في الهيكل الطرفي لما نيجي نشرح الحزام الحوض. تمام. الفقرات العجزيه هي اللي هتربط لي العمود الفقري بالطرفين السفليان. تمام. وعندي العصعصيه يا شباب اللي هم 4 فقرات عصعصيه من بين 30 لحد 33. تمام. ديت نهايه العمود الفقري وديت الاصغر من الحجم. طيب العجزيه يا مستر، العجزيه بكل بساطه عريضه ومفلطحه. تمام. طب العصعصيه اصغر منها في الحجم، بس مالهم هما الاثنين يا مستر؟ كل واحده ملتحمه لي في عظمه. طيب بدل ما كنت بترسم المثلث بالشكل ده في الفقرات العنقية والظهرية والقطنية، أنا هقلب بقى المثلث عشان عندي الفقرات العجزية أكبر من الفقرات العصعصية. يبقى بكل بساطة لو أنا قلت لك أكبر الفقرات بقى في العمود الفقري، ولا قلت لك متمفصلة، ولا قلت لك بكل بساطة ملتحم، هتقول لي الفقرات القطنية والعجزية دول أكبر الفقرات. طيب مين بعدهم يا مستر؟ الظهرية. مين بعدهم؟ بعد الظهريه يظهر لي العنقيه، وبعد العنقيه يا مستر يظهر لي العصعصيه. يبقى دول بالترتيب تاني بالترتيب من حيث الكبير لحد الصغير، بدون ما اقول لك ولا متمفصله ولا ملتحم. قلت لك رتب لي الفقرات دي من حيث الحجم، هتقول لي والله القطنيه والعجزيه دول اكبر، يبقى ادي 1 2. الظهريه دول يعني اصغر منهم بحاجه بسيطه، بعديهم بكل بساطه العنقيه او الرقبيه. تمام. وبعدهم يا شباب اللي هي العصاصيه اللي هي اصغر حاجه فيهم. يبقى دوت الترتيب بتاع الفقرات من حيث الحجم. تمام يا شباب. طيب تعالوا نكمل دوت بكل بساطه الفقرات بتاعت العمود الفقري. تمام. اظن احنا شبعنا منها كده. طيب بيقول لي عند التحام عظمتين او فقرتين مثلا بيتم اعتبارهم كعظمه واحده. يعني بكل بساطه انا لما التحمت ال5 فقرات بتوع العجزيه اعتبرتهم كعظمه واحده. تمام. بيقول لي عدد عظام العمود الفقري 26، ودوت احنا عرفنا عشان الفقرات العجزيه بتتلم لي كلها في عظمه واحده، والفقرات العصاصيه بتتلم لي كلها في عظمه واحده. واحنا عندنا 24 فقره اللي هي العنقيه والظهريه والقطنيه، ضيف عليهم بقى العظمه اللي هي بتاعت العجزيه والعظمه بتاعت العصاصيه، يبقى 26 عظمه. تمام. طيب بعد كده يا شباب بنتكلم عن أهمية العمود الفقري. قلنا والله العمود الفقري دهوت يا شباب بيعمل لي أو بيحقق لي كلمة الدعامة اللي احنا بقى قاعدين بنقول يا مستر دعامة في الإنسان وبتتمثل في الهيكل في الجهاز الهيكلي. وقلنا بكل بساطة اللي احنا بنشرح الهيكل العظمي، وقلنا كمان اللي هو بينقسم ليه جزئين، هيكل محوري وهيكل طرفي. وقلنا كمان اللي الهيكل المحوري منقسم للجمجمة، منقسم للعمود الفقري، منقسم للقفص الصدري. بدأنا نشرح العمود الفقري وقلنا هو المحور عشان متصل من فوق متصل بالطرف العلوي بتاعه بالجمجمة، متصل من المنطقة اللي في النص ديتي اللي هي القفص الصدري، متصل من خلال عظام الكتف، متصل بالطرفين السفليان اللي هي رجلك اليمين والشمال، متصل بكل بساطة بوسائل الفقرات العجزية اللي هي عظام الحوض. تمام. بعد كده انا بتكلم دلوقتي عن اهميه العمود الفقري، وبقول لك الاهميه ديت بتحقق لي شرط دعامه رئيسيه، يعني بتعمل لي التدعيم وبيعمل لي شكل مناسب وبيعمل لي عمليه قوه للجسم. ايوه هو اللي بيحافظ على يعني هو اللي بيحافظ لي على ظهري. انا اول لما بقعد باخد وضعيه معينه للجسم بتاعي من خلاله. تمام. بعد كده بيحملي الحبل الشوكي من خلال التركيب الفقره، ودوت اللي احنا هنعرفها دلوقتي، وهنعرف اللي فيه قناه عصبيه بيمتد فيها الحبل الشوكي. تمام. وبيساعد لي في حركه الراس اللي هي اتصاله بالجمجمه، وكمان بالنصف العلوي من الجسم.
تمام. طيب انتهت يا مستر. وعندي برضو اهميه برضو يا شباب في العمود الفقري، اللي هي ايه يا شباب؟ اللي هي بكل بساطه بينتج او الحمايه المناعيه، او بيديني المناعه، او بكل بساطه هو بيحمي الجسم او حمايه الجسم. وكل بساطه هنعرف ليه في المناعه باذن الرحمن ديت بكل بساطه، لان هو بيحتوي العظام ده، بيحتوي على نخاع العظام الاحمر، ودوت بينتج لي خلايا الدم البيضاء والحمراء. فبكل بساطه بندخله في الحمايه في الجسم، لانه عظم، والعظم دوت بينتج لي بكل بساطه خلايا الدم الحمراء والبيضاء. تمام. طيب بعد كده يا شباب هنتكلم بقى عن تركيب الفقره العظميه. تركيب الفقرة العظمية، انت قاعد تقول لي يا مستر العمود الفقري بيتكون لي من 33 فقرة. انا عاوز اعرف بقى يا مستر يعني ايه كلمة فقرة دي؟ هقول لك بص يا حبيبي، الفقرة ديت هي اللي تكون منها العمود الفقري، يعني فقرة فوق فقرة فوق فقرة فوق فقرة، انا كونت العمود الفقري. طب تعال نشوف بقى تركيب الفقرة دي بتحتوي على ايه. قال لي والله الفقرة ديت بتحتوي على جسم الفقرة، تمام، وبتحتوي لك كمان على القناه العصبيه، اللي هي بكل بساطه هيكون موجود فيها الحبل الشوكي اللي هيمتد من خلالها، تمام. طيب وموجود كمان نتوء شوكي، النتوء الشوكي ده هيشتل نتوء مفصلي خلفي ونتوء مفصلي خلفي، يبقى النتوء الشوكي حامل لي نتوءين مفصليين خلفيين، تمام يا مستر. هقول لك كمان وعندي نتوء مستعرض شايل لي نتوء مفصلي امامي من الناحيه اليمين ونتوء مفصلي امامي من الناحيه الشمال. يبقى تاني يا مستر بتحتوي على كل بساطه: 1 جسم الفقره، 2 النتوء المستعرض. طب النتوء المستعرض دوت شايل ايه يا مستر؟ شايل لي نتوء مفصلي خلفي، عندي نتوء مستعرض يمين وعندي نتوء مستعرض شمال، عندي نتوء مفصلي امامي يمين وعندي نتوء مفصلي امامي شمال. طيب وعندي بكل بساطه الشياله بتاعتها من فوق اللي هي بكل بساطه ايه؟ النتوء الشوكي. النتوء الشوكي ده هو يا شباب شايل النتوء المفصلي الخلفي اللي في الناحيه اليمين والنتوء المفصلي الخلفي اللي في الناحيه اليسار. يبقى بكل بساطه النتوء الشوكي شايل النتوء المفصلي الخلفي 2، تمام. كم نتوء شوكي؟ 1. حامل كم نتوء مفصلي خلفي؟ 2، واحد في الناحيه اليمين وواحد في الناحيه الشمال. طيب النتوء المستعرض بكل بساطه شايل لي نتوء مفصلي امامي، عندي 2 نتوء مستعرض وعندي 2 نتوء مفصلي امامي. لو جيت قلت لك عدد النتوءات في تركيب الفقره العظميه كام؟ انت قلت لي يا مستر 2 في النتوء المستعرض، تمام، زائد 2 امامي زائد 2 خلفي زائد 1 شوكي. يبقى بكل بساطه بيطلع لي 7 نتوءات موجودين في الفقره العظميه اللي مكتمله الشكل، او بكل بساطه الفقره العظميه النموذجيه، تمام. طيب تعالوا بقى نعرف يعني ايه جسم الفقره، ويعني ايه القناه العصبيه، ويعني ايه النتوء المستعرض، ويعني ايه النتوء المفصلي الخلفي. اقول لك والله القناه العصبيه دياتي ممتده، ما تنساش اللي هي ممتده فيها الحبل الشوكي، والقناه العصبيه دياتي بتعمل على الحمايه بتاعته، على حمايه الحبل الشوكي. قال لي والله جسم الفقره دوتي جزء امامي سميك موجود في الناحيه الباطنيه بتاعه الفقره. يعني بكل بساطه ادي جسم الفقره، احط كمان جسم الفقره فوقيها، فبقول عليها من الناحيه الباطنيه. طبعا هنحط الاول غضاريف، وما تنساش الغضاريف دي هي اللي هتسهل لي الحركه، وبعد كده احط الفقره، فيبقى الجسم مقابل الجسم بتاع الفقره، تمام. وعندي نتوء شوكي، النتوء شوكي دوت ايه؟ زائده خلفيه مائله الى اسفل. مالها يا مستر؟ بتحملها الحلقه الشوكيه. الحلقه الشوكيه يا شباب اللي هي هتكون جزء كده بسيط خالص واضح من القناه العصبيه، تمام. شايلها الحلقه الشوكيه اللي هو المكان ده، تمام. بكل بساطه هي موجوده كده، بس هي مش موجوده هنا حاليا على الصوره، هي بكل بساطه موجوده في المكان ده، بتظهر من القناه العصبيه، موجود فيها الحلقه الشوكيه. الحلقه الشوكيه بكل بساطه يا شباب الحلقه الشوكيه ديتي بتحمل شايله لي النتوء الشوكي، تمام. والنتوء الشوكي حامل لي 2 زوج من النتوء المفصلي الخلفي، تمام. النتوء المستعرض زائدتان عظميتان بكل بساطه من الجانبين بتاعه الفقره شايل لي نتوء مفصلي 2 نتوء مفصلي امامي، تمام. يعني النتوءين المستعرضين شايلين 2 نتوء مفصلي امامي. طيب يبقى النتوء الشوكي شايل كام نتوء يا مستر؟ شايل 2 اللي هو النتوء المفصلي الخلفي،
تمام. الحلقة الشوكية أو العصبية حلقة عظمية موجود فيها بكل بساطة بتحيط بالقناة العصبية، ممتد فيها الحبل الشوكي اللي هو جاي من الجمجمة من المخ، ومعدي من الثقب الكبير ده، من الثقب الكبير ده يا شباب بتاع الجمجمه، ده الثقب الكبير اهو، الثقب الكبير ده معدي من المخ حبل شوكي، بيعدي كمان الحبل الشوكي من الثقب الكبير في الجمجمه، وبينزل من خلال الفقرات بتاعه العمود الفقري بكل بساطه، بينزل من خلال القناه العصبيه. تمام. وديت بكل بساطه هي بتحميلي الحبل الشوكي. تمام. طيب بيقول لي ملحوظات مهمه جدا جدا جدا، تتمفصل الفقرات مع بعضها من خلال النتوءات المفصليه، وديت هنعرفها بالتفصيل. يتمفصل النتوء المفصلي الخلفي للفقره مع النتوء المفصلي الامامي للفقره اللي تحتيها. يعني بكل بساطه انا عندي فقرتين، النتوء المفصلي الخلفي للفقره دي متوصل لي للامام للي تحت دي، يبقى خلفي متوصل بالامامي للي تحت. يعني لو ديت مثلا رقم 5، فرقم 5 ده اهي الفقره رقم 5 متصله لي برقم 6 اللي تحتيها، متصله برقم 6 اللي تحتيها، يعني 5 6. تمام. 5 6 متصله بكل بساطه، خلي بالك 5 تحتها 6 متصله، ده النتوء المفصلي الخلفي متصل بالنتوء المفصلي الامامي. لو قلت دي 5 يبقى متوصل للامامي بالخلفي اللي فوق. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى بكل بساطه النتوء المفصلي الخلفي للفقره رقم 18 بيتمفصل مع النتوء المفصلي الامامي للفقره رقم 19. يعني الفقره اهي رقم 18 يا شباب، رقم 18 هيطلع منها النتوء المفصلي الخلفي يتوصل لي بالامامي اللي بعديه اللي تحت. طيب باللي فوق يا مستر، الامامي بتاع ال 18 يتوصل لي بالخلفي اللي فوق اللي هو رقم 17. تاني الحته دي لان معظمكم بيتلخبط فيها كتير قوي. هقول لك والله بكل بساطه، الفقره رقم 18 عندي اهي بيطلع منها نتوء مفصلي خلفي ونتوء مفصلي امامي. الامامي هيتوصل للي بعديها للي بعدها اللي هي اللي فوق اللي هي رقم 17 بالخلفي. تمام. طيب ادي الخلفي. تمام. طيب والخلف اللي طالع منها هيتوصل باللي تحتيها اللي هي رقم 19 بالامامي. تمام يا شباب؟ سهله. تعالى تاني الفقره رقم 18 قدامي اللي فوقيها رقم 17، اطلع من الفقره رقم 18 ديتي النتوء المفصلي الامامي، وهطلع منها كمان النتوء المفصلي الخلفي. لما اطلع منها النتوء المفصلي الخلفي يبقى هتتوصل باللي بعدها اللي تحتها اللي هي رقم 19 بالنتوء المفصلي الامامي. تمام؟ دي مفهومه. طب يا مستر اللي فوقيها لما اطلع منها الامامي يبقى هيتوصل لي بالخلفي. تمام يا شباب. طيب يعني ايه يا مستر كلمه الجذع دهيتي؟ لما يجي لك المنطقه الجذعيه او الجذع، هقول لك والله جذع المنطقه اللي بتوسط فيها جسم الانسان اللي هي الصدر والبطن والحوض. تمام. طيب لذلك عدد الفقرات المتمفصله في الجذع 17 فقره، اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي بتاعت الصدر واللي هي بتاعت البطن، اللي هي الفقرات الصدريه واللي هي الفقرات البطنيه اللي هي القطنيه. يبقى هي كم عدد الفقرات اللي موجوده في الجذع؟ عددهم 17. طيب يا مستر كم عدد العظام اللي موجوده في الجذع؟ 50. واعرفها بالوقت وهشرحها لك باذن الله في نهايه الشابتر بتاع الدعامه. تمام. طيب بيقول لي بكل بساطه الحلقه الشوكيه دي الحلقه الموجوده في كل فقره موجود فيها حلقه شوكيه، بس في فقرات ما هواش موجود فيها حلقه شوكيه، وديت اللي ان شاء الله هنعرفها في المراجعه. طيب القناه الشوكيه المراجعه اللي ان شاء الله اللي هي في نهايه الفيديو يا شباب، فلازم تكمل الفيديو للنهايه. القناه الشوكيه اللي هي القناه اللي هتمر من خلالها او يعني بتتراكم من او بكل فقره بتتحط فوقيها فبتكون لي قناه. القناه ديتي هتحمي لي الحبل الشوكي اللي هيكون نازل من المخ، اللي هو ماله يا مستر؟ معدي من الجمجمه. ازاي معدي من الجمجمه؟ من خلال الثقب الكبير ده. تمام يا شباب. طيب بعد كده هنخش في حوار الجمجمه. يبقى بكل بساطه العمود الفقري عرفناه بالتكات المهمه بتاعته، ولسه هنتقل عليه كمان في نهايه الفيديو في المراجعه بتاعته. تمام. طيب الجمجمه تاني جزء معانا من ايه يا شباب؟ من الهيكل المحوري. الجمجمه ديت يا شباب عدد العظام بتاعها 29 بالملحقات بتاعتها بملحقاتها. تمام.
29 عظمه الجمجمه وملحقاتها. تمام. طب كام عظمه في الجمجمه بس يا مستر؟ كام عظمه في الجمجمه بس؟ الجمجمه كده اهوت كام بدون الملحقات بتاعتها، وهتعرف يعني ايه الالتحامات بتاعتها دلوقتي او الملحقات بتاعتها. هقول لك في الجمجمه دي بس كده 22 عظمه. تمام. يبقى ادي بكل بساطه عندي كام عظمه في الجمجمه وسكت، قول له 22. طيب عندي كام عظمه في الجمجمه والملحقات بتاعتها؟ عندي 29 عظمه. منهم بكل بساطة انت زودت لي كده 7 يا مستر الملحقات بتاعتها اللي هم ايه؟ هقول لك 6 عظام سمعية وواحدة عظام لامي. دمت العظام اللي هي الملحقات اللي موجودة في المكان ده في مكان الجمجمة. 6 عظام سمعية اللي هم بيكونوا 3 يمين و3 شمال، وعظام لامي مش متصلة بأي عظام في الجسم اسمها العظام اللامي. ديت العظمة الوحيدة اللي مش متصلة بأي حاجة في الجسم في أي عظام في الجسم، ودهوت اسمه العظام اللامي. عظمة واحدة بس وهنعرفها دلوقتي في المراجعة. تمام. الجمجمة ديت عبارة عن إيه؟ قال لي والله عبارة عن علبة مخروطية الشكل. ادي العلبه يا مستر المخروطيه الشكل، علبه مخروطيه الشكل يعني لها شكل مناسب. تمام. طيب لها جزء امامي يا شباب، لها الجزء الامامي ولها الجزء الخلفي. ادي الجزء الامامي بتاعها اللي بيحتوي على ايه؟ الجزء الامامي ده بيحتوي على الفكين، الفك العلوي وبيكون متثبت لي في الجمجمه، وكمان عندي الفك السفلي اللي بيتربط بالجمجمه هنا هوتي بمفاصل زلاليه محدوده الحركه. عندي مفصل زلالي عندي مفصل زلالي يمين وعندي مفصل زلالي شمال بيربط لي اللي بيربط لي الفك السفلي ده. امال الفك العلوي موجود في الجمجمه. تمام. وعندي يا مستر كمان عظام الوجه. تمام. وعندي كمان مواضع الحز اللي هي الاذنين والعينين والانف. تمام. الجزء الخلفي بقى يا شباب واللي هو المخي او بنسميه المخي، وده بكل بساطه بيحتوي على 8 عظام. ال8 عظام ديتي بيتوصلوا لي ببعض بواسطه اطراف مسننه، وديت بكل بساطه المفاصل اللي فيها اللي هنبدأ نشرحها. فنقول كانت بتتكون من الأول من أنسجة ليفية، يعني كل عظمة ديت في الجنب، وبعد كده اتربطت ببعضها بواسطة إيه؟ الأطراف المسننة دي. مش عارف أنت شايفها ولا لأ؟ بواسطة الأطراف المسننة دهيتي، فبكل بساطة اتحولت لنسيج عظمي، فبدأت اللي هي تلتحم. تمام. طيب فيها طبعا تجويف. التجويف ده يا شباب بنستقر فيه المخ عشان نبدأ اللي احنا نحميه، فالمخ يفضل في المكان ده من جوه. طيب يبقى بكل بساطة الجمجمة مالها؟ لها جزء أمامي ولها جزء خلفي. الجزء الأمامي بيحتوي على إيه؟ بيحتوي على الجزء الجبهي وبيحتوي على الفكين وعظام الوجه. الفك ماله يا مستر؟ الفك السفلي مربوط لي بالجمجمة بواسطة مفاصل زلالية. دي المفاصل الوحيدة الزلالية اللي موجودة في الجمجمة، وباقي المفاصل مفاصل ليفية. يعني إيه مفصل ليفي يا مستر؟ يعني كان في الأول نسيج ليفي وبعد كده تحول لنسيج عظمي. تمام يا مستر. طيب وبعد كده يا شباب عندي نوة تجويف في الجمجمة بيستقر في المخ عشان نبدأ اللي احنا نحميه. دي في الجزء انهي يا مستر؟ في الجزء الخلفي. تمام. طيب وبعد كده يا شباب عندي نوة ثقب كبير في الجمجمة، واظن انا قلته في العمود الفقري اهوت يا شباب. الثقب ده هو اللي انا باين منه ده اهو ده الثقب ده. الثقب ده يا شباب بكل بساطه هو الثقب الكبير اللي بيمتد من خلاله الحبل الشوكي عشان يوصل لي للعمود الفقري بقى عشان ينزل في العمود الفقري في القناه العصبيه بتاعه الفقرات. في حاجه صعبه كده؟ اظن ما فيش حاجه صعبه. يبقى بكل بساطه عندي نواه الجمجمه فيها نوعين من المفاصل، فيها مفاصل ليفيه وديت بكل بساطه بتبقى في بدايه حياتك في بدايه الحياه كده نسيج ليفي، وبيتحول مع العمر لنسيج ايه؟ سمعني لنسيج ايه؟ لنسيج عظمي. تمام. طيب عندي الجزء الامامي في الجمجمه في الفكين، الفك السفلي والفك العلوي. الفك العلوي ده متثبت في الجمجمه خلاص. الفك السفلي بقى عشان اربطه بالجمجمه بيعمل لي مفصل زلالي محدود الحركه من الناحيه اليمين ومفصل زلالي محدود الحركه من الناحيه الشمال. اكتبها عندك في الكشكول. كم عدد المفاصل الزلاليه في الجمجمه؟ 0 ولا 2 ولا 4 ولا 3؟ قول له بكل بساطه 2.
ايه هم اللي كونهم لي؟ الفك السفلي هو اللي مكون لي المفاصل الزلاليه في الجمجمه. تمام، بس كل الجمجمه موجود فيها ايه؟ مفاصل ليفيه تحولت مع العمر لايه؟ لنسيج عظمي. تمام، بواسطه الاطراف المسننه بتاعتها اللي انا وريتها لك. تمام اهي، يعني الجمجمه ديتي قبل لما الطفل يتحرك بكل بساطه بتكون عباره عن قطع، القطعه دي كلها بتبقى نسيج ليفي بتربط مع بعضها بواسطه النسيج، بواسطه الاطراف المسننه دي، فبتتحول مع العمر لنسيج عظمي. تمام يا شباب؟ طيب بس في مفاصل زلاليه في الجمجمه، مفصلين اتنين اللي هم اللي بيشكلهم الفك السفلي باتصاله بالجمجمه، ودوت مفصل زلالي محدود الحركه. طيب يبقى احنا عرفنا الجزء الامامي والجزء الخلفي. كم عدد عظام الجمجمه يا مستر؟ عندي 22 عظمه في الجمجمه. طب الجمجمه والملحقات بتاعتها 29. طب انت جبت منين يا مستر ال 29 دول؟ جبت بكل بساطه ال 22 اللي موجودين في الجمجمه والست عظام بقى اللي هتلتحق بيهم، واللي هم عباره عن الست عظام اللي هيكونوا عباره عن واحده لامي، والسته التانيين ده هم بيكونوا بنسموهم العظام السمعيه اللي هم بتاعت السمعيات، 3 يمين و3 شمال، والواحده اللامي بتكون اسفل الفك السفلي وما بترتبطليش باي عظمه. واكتب دي الملحوظه دي عندك، العظمه الوحيده اللي ما بتتصليش باي عظمه في الجسم هي عظمه اللامي. تمام يا شباب؟ ها اي ملحوظه كده؟ تمام. كم عدد عظام الجزء الامامي يا مستر؟ كم عدد عظام الجزء الامامي؟ اطرح الثمانيه اطرحها من 22 يبقى بكل بساطه 14. يبقى انا عندي 14 عظمه في الجزء الامامي، 8 في الجزء الخلفي. دي بالنسبه للجمجمه يبقى 22. 22 عظمه في الجمجمه. طب الجمجمه بقى والملتحقات بتاعتها يبقى 29. طب جبت السبعه دول منين يا مستر؟ قلت لك 6 سمعيه وواحده لامي. تمام. طيب بعد كده يا شباب اخر حاجه معانا اللي هو القفص الصدري. اخر حاجه معانا النهارده ان شاء الله في محاضره النهارده القفص الصدري، ودوت اللي مليان بقى ملاحظات. فوق معايا كده وهات ايه؟ هات كوبايه قهوه وتعالى لي وصلي على الحبيب لعل قلبك يطيب يا اخي. صلي يا عم، صلي كمان، صلي كمان كده، خد حسنات، خد حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب القفص الصدري دوت يا شباب بيكون عبارة عن علبة مخروطية الشكل. تمام، العلبة دهيتي جواها ايه؟ جواها الرئتين وجواها القلب. فبكل بساطة القفص الصدري دهوتي بيحملي القلب وبيحملي الرئتين وبيحملي كمان اكتر من جهاز. الجهاز الهضمي زي المعدة مثلا موجودة تحت، بكل بساطة موجودة تحت جزء بسيط فيه. يعني احنا عاوزين نتعرف بقى على القفص الصدري ده وهنعرف اهميته في النهاية. طيب احنا قبل ما ندخل في القفص الصدري احنا اخدنا كده اهميتين، اهميه العمود الفقري وقلنا التدعيم والحركه والكلام ده كله، وكمان ما تنساش اهميه الجمجمه. اهميه الجمجمه اول حاجه بتعمل لك حمايه، والحمايه ديت مناعيه لان العظام بتنتج لي بكل بساطه نخاع العظام، موجود في العظام نخاع العظام الاحمر، ودوت اللي هينتج لي الخلايا بتاعت الدم. تمام. طيب وبكل بساطه في الجمجمه بتشكل لي اتصال مع العمود الفقري فبتعمل عمليه حركه، وبكل بساطه موجود فيها ثقب كبير بيمتد لي من خلاله الحبل الشوكي. تمام. طيب يعني الجمجمه ديت يا مستر مهمه؟ ايوه مهمه جدا عشان بتعمل لي حمايه للمخ. طيب القفص الصدري قلنا اللي هو علبه مخروطيه الشكل، منقسمه لايه بقى؟ منقسمه لشويه ضلوع ومنقسمه لي لشويه فقرات. الفقرات ديت يا مستر بتاعت العمود الفقري، بس عشان اكون القفص الصدري انا جبت الفقرات الظهريه. الظهريه او الصدريه، اسمها ظهريه او صدريه. كنت بقول لك العدد بتاعهم كام؟ فكر معايا كام يا 12 فقره. انا هجيب بقى ال 12 فقره دول وابدا اللي انا اعمل لهم اتصال ضلوع. في ضلوع هتكمل لحد الامام وهرتبطها بعظمه بسيطه خالص اسمها عظمه القص، وفي ضلوع هترتبط في الفقرات بس ومش هتتوصل بعظمه القص اللي قدام دي. يبقى بكل بساطه انا عندي القفص الصدري ده عباره عن علبه. العلبه دي مرتبطه من ورا ومرتبطه بقدام. من ورا بالفقرات اللي هي 12 فقره ظهريه او بسميها الصدريه. تمام. وباجي من قدام في اخر زوجين، يعني اخر 2 شمال واخر 2 يمين. بكل بساطه الضلوع دي
بسميها عائمة. ليه؟ لأنها مش بتتصل بقى مع بقية اخواتها التانيين متصلين في عظمة من قدام كده، بسميها عظمة القص. تمام. طيب تعالوا نشوف ده على الرسمة. الرسمة دهيت عظمة القص، المكان اللي قدام. تمام. وعندي من ورا عندي من ورا الفقرات اللي هي الصدرية او الظهرية. الصدرية او الظهرية دول مطلعين لي ضلوع. طب كم عدد الضلوع دي يا مستر؟ هقول لك والله عندي 12 يمين وعندي 12 شمال، يبقى عندي كم ضلع؟ عندي 24 ضلع. يعني كم يا مستر؟ يعني 12 زوج. تمام. ال 12 زوج ده همتي منقسمين لايه؟ 12 زوج يعني اضرب ال 12 في 2 ب 24 ضلع. تمام. ال 12 زوج ده همتي شيل منهم اخر 2، هسمي اخر زوجين دول اخر زوج، فهسميهم بكل بساطة ضلوع عائمة. ليه يا مستر؟ لانها مرتبطة بالفقرات الصدرية او الظهرية من الخلف، ومش مرتبطة من قدام بالعظمة بتاعت القص دي. طب العظمة بتاعت القص دي يا مستر مرتبط بها ايه؟ مرتبط بيها ال10 ازواج الاولى. تمام. تاني يا شباب، اعتبروني ما قلتش حاجة. تمام. اول حاجة بنقولها، القفص الصدري عبارة عن ايه؟ عبارة عن علبة مخروطية الشكل. بتتكون من ايه؟ بتتكون من ضلوع، وبتتكون من عظمة اسمها عظمة القص، وبتتكون كمان من الفقرات الظهرية او الفقرات الايه؟ بسميها الفقرات الصدرية. ودومتي كم فقرة عندي يا مستر؟ عندي 12 فقرة ظهرية او 12 فقرة صدرية. تمام. طيب الفقرات دي يا مستر اللي هي الصدرية او الظهرية هتطلع لي كم ضلع؟ هتطلع لي 24 ضلع. تمام. يعني كم ضلع يا مستر زوجي؟ يعني 12 زوج من الضلوع. طيب ال 12 زوج من الضلوع دول يا شباب، انا عندي اول 10 ازواج متصلين بالعظمة اللي قدام اللي هي عظمة القص. طيب اخر زوجين يا مستر اللي هم اخر اربعه 2 شمال و2 يمين بيتصلوا بالفقرات اخر فقرتين اللي هي الصدريه. بكل بساطه بيعملوا اتصال بالفقرات بس ما لهمش علاقه بعظمه القص. طب انت يا مستر قاعد تقول لي عظمه القص، وقاعد بتقول لي ضلع، وقاعد بتقول لي الفقرات الظهريه. طب ما توضح لي اكتر. هقول لك والله بكل بساطه انا عندي كام فقرة صدرية؟ عندي 12 فقرة ظهرية أو 12 فقرة صدرية. تمام. طيب متصل من خلالها الضلع ده عظمة كده ملفوفة، وبتتصل لي من قدام بعظمة القص. عظمة القص ده يا شباب منقسمين لجزئين، جزء عظمي ودوت بكل بساطة اللي هيتوصل لي من خلال الضلوع، والجزء اللي تحت ده اسمه الجزء الغضروفي، الجزء المدبب، عريضة من فوق ورفيعة من تحت، ديت عظمة القص. تمام. طيب يا مستر انت قاعد بتقول لي عظمة القص، وقاعد بتقول لي يا مستر الضلوع، وقاعد بتقول لي يا مستر الفقرات، وانا عاوز افهم بقى ايه هي القص وهي ايه الفقرات وهي ايه كل ده. هقول لك والله تعالى لي بقى واحدة واحدة. هتلاقي والله عندك 12 فقرة 12 فقرة صدرية او بسميها الظهرية. تمام. وعندي كمان 12 زوج من الضلوع. يعني كم ضلع يا مستر فردي؟ يعني 24 ضلع. اتفقنا اللي فيه 12 ناحية اليمين و12 ناحية اليسار، بس اخر 4 فردي، يعني 2 يمين و2 شمال مرتبطين باخر فقرتين، وبكل بساطة بنسميهم الضلوع العائمة. ليه سميناهم بالضلوع العائمة؟ لان بيجوا قدام وما بيتوصلوش بعظمة القص، وعظمة القص هي اللي موجودة في الجزء الامامي. امال بكل بساطة اللي موجود في الجزء الخلفي الفقرات الصدرية او الفقرات الظهرية اللي هم ال 12 فقرة. وعندي الجزء الامامي اللي هو عظمة القص. وبكل بساطة كده نقدر نقول عندي كام عظمة في القفص الصدري يا مستر؟ عندي 37 اللي هم ايه؟ 24 ضلع، وعندي 12 بكل بساطة فقرة ظهرية أو صدرية، وعندي العظمة اللي قدام اللي هتربط لي الضلوع من قدام اللي هي عظمة القص. يبقى عندي بكل بساطة كام عظمة في القفص الصدري؟ في القفص الصدري هنقول له 37 عظمة. تمام. طيب الضلوع بتتربط لي من خلف بإيه؟ بالفقرات الظهرية أو الفقرات الصدرية. طب من قدام يا مستر؟ بعظمة القص. تمام. طيب أول 10 أزواج متصلين بالفقرات الظهرية عادي.
تمام. امال اخر زوجين يا مستر؟ اخر زوجين بكل بساطه متصلين بالفقرات بس، مش متصلين بعظمه القص. امال اول 10 ازواج متصلين بالفقرات الظهريه ومتصلين بعظمه القص. امال الضلوع العائمه اللي هم اخر زوجين، اخر زوج يعني الزوج اليمين والزوج الشمال، اللي هو اخر 2 يمين واخر 2 شمال، كل بساطه ده همتي بيتصلوا بالفقرات بس، ملهمش علاقه بعظمه القص خالص. تمام. طيب بكل بساطه يا شباب احنا عاوزين بقى ايه؟ نوضح كده اكتر من ملحوظه على القفص الصدري. اول ملحوظه معانا اللي الفقرات الصدريه او الظهريه عددها من واحد لحد 12، يعني 12 فقرة ظهرية. طيب عددها كام بقى في العمود الفقري؟ من أول 8 لحد 19. تمام. يبقى بكل بساطة القفص الصدري الضلوع بتاعته متصلة من الفقرة رقم كام في العمود الفقري؟ من الفقرة رقم 8 لحد الفقرة رقم كام في العمود الفقري؟ لحد الفقرة رقم 19. طب القفص الصدري مرتبط بكام فقرة عظمية؟ هقول لك ب 12 فقرة اللي هم الفقرات الظهرية او الفقرات الظهرية. تمام يا مستر. طيب يبقى بكل بساطه عندي كم ضلع يا مستر؟ عندي 24 ضلع، اللي هم كام يا مستر؟ اللي هم 12 زوج. ده اخر زوجين يا مستر اللي هم اخر 4، الاثنين الشمال والاثنين اليمين، دول بسموهم الضلوع العائمه عشان بيتوصلوا لي بالفقرات اللي عددها 18 و19 بالنسبه للعمود الفقري، واللي عددها بالنسبه للقفص الصدري ال11 وال12 بيتصلوا لي بالفقرات دي بس. اخر فقرتين في الصدريه او الظهريه ما بيتوصلوش بعظمه القص. طيب يعني ايه كلمه ضلع يا مستر؟ يعني والله بقول لك اللي هي عظمه مقوسه تنحني الى اسفل، بتتصل لي من قدام بايه يا مستر؟ بعظمه القص. طب ومن الخلف يا مستر؟ بتتوصل لي بقى من الخلف بايه يا مستر؟ من الفقره، بتتوصل لي بجسم الفقره والنتوء المستعرض. ما تنساش بقى اللي الفقره بقى بتحتوي على نتوء مستعرض ونتوء شوقي وجسم الفقره والنتوء المفصلي الامامي والنتوء المفصلي الخلفي والقناه العصبيه والحلقه الشوقيه. سابت كل ده وقالت والله انا الضلع ده انا اعمل له عمليه ارتباط بايه؟ باتنين. بنت طماعه. اوعى يا شباب، اوعى فكره الارتباط دي حرام 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 حرام. اوعى لو انت مرتبط اوعى تضحك عليها، حرام عليك. فكرة الارتباط ديت مرفوضة تماما بالاسلام. عاوز البنت خبط على الباب واطلبها من اهلها عشان ما تمشيش طبعا في الحرام. تمام. طيب انا هفترض بقى اللي الضلع ده هيرتبط لي بالفقره اللي ورا. طيب هيرتبط بايه؟ هيرتبط لي بحاجتين في الفقره، جسم الفقره والنتوء المستعرض بتاعها. يبقى بكل بساطه الضلع عظمه مقوسه تنحني الى اسفل تتصل بجسم الفقره والنتوء المستعرض. طيب عظمه القص زي ما قلت لك بكل بساطه عظمه عظميه من المكان اللي فوق وغضروفيه من المكان اللي تحت، فبقول عليها بكل بساطه عظمه مفلطحه مدببه الى اسفل. الجزء الاخير دوت غضروفي والجزء اللي فوق عظمي. طيب الجزء الغضروفي ده هيتغذى ازاي؟ هقول لك والله يتغذى بخاصيه الانتشار اللي هو هينقل لي الغذاء بقى. انت طبعا عندك في العظام هنا اوعيه دمويه، والاوعيه الدمويه وكل ده بيغذي لي الجزء العظمي. هي بقى هتحصل على الغذاء بتاعها والاكسجين بتاعها هتحصل لي عليه بخاصيه الانتشار. علق دي في وداك لاخر السنه. تمام. طيب بعد كده يا شباب اهميه بقى او وظيفه القفص الصدري ده هو ايه؟ بعد ما عرفنا التركيب بتاعه واخدنا كام ملحوظه كده، عاوزين نعرف بقى وظيفه القفص الصدري ده. اول حاجه حمايه القلب والرئتين. تاني حاجه يا شباب في اثناء عمليه الشهيق والزفير، اثناء عمليه التنفس بتاخد نفس وبترجعه، ده عمليه الشهيق وعمليه الزفير. احنا اتفقنا وقلنا حمايه القلب والرئتين خلاص. تعالى بقى لفكره التنفس. فكره التنفس بتحرك لي الضلوع يا شباب. تمام. فاثناء عمليه الشهيق
كل الضلوع بتتحرك لقدام وللجانبين. تمام. طيب فبيزداد القفص الصدري ده بيتوسع، فبقول عليه بيزداد التجويف الصدري وبيدفع لي الهواء بقى للداخل. طيب امال يا مستر في اثناء عمليه الزفير بتتحرك الضلوع دي للخلف وبعد كده بتدخل لجوه وبيقل المسافه بتاعت القفص الصدري اللي هو التجويف، وبعد كده التنفس بيطلع للخارج. يبقى ديت عمليه الشهيق وديت عمليه الزفير. يبقى ديت النهارده كده بكل بساطه خلصنا الهيكل المحوري اللي هو ايه؟ اللي هي الجمجمه والعمود الفقري والقفص الصدري. اللهم لك الحمد ولك الشكر. لسه ما خلصناش. مين قال لك ان احنا لسه خلصنا؟ ده لسه كمان هناخد يعني هات كوبايه الشاي بتاعتك، بلاش القهوه عشان القهوه كده هتبقى غلط على صحتك. هات كوبايه شاي وما تنساش تصلي على الحبيب اللي على قلبك يطيب، وعلى طول هنكمل الفيديو في الملاحظات والتكات. تنساش تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صليت على النبي بقى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت كوبايه الشاي، تعالى بقى نفهم بقى الملاحظات بتاعت الهيكل المحوري كلها. احنا بدأنا الدعامه وقلنا ان الدعامه ديت بتحتوي على الجهاز الهيكلي، وقلنا الجهاز الهيكلي دوت منقسم ل5 حاجات: الهيكل العظمي، الغضاريف، المفاصل، الاوتار، وكمان ايه؟ فكرني. احنا قلنا المفاصل والاربطه والاوتار والغضاريف والهيكل العظمي. قلنا الهيكل العظمي دوت منقسم لحاجتين: منقسم لهيكل محوري ومنقسم لهيكل طرفي. الهيكل المحوري بدأنا اللي احنا نشرحه النهارده وخلصناه بفضل من ربنا، وقلنا الجمجمه والقفص الصدري والعمود الفقري. شرحنا ال3 دول. تعالى بقى ناخد اهم التكات عليهم، عشان ان شاء الله الفيديو الجاي هنخلص الهيكل الطرفي بالتكات بتاعته، وهنخلص بقى الاربطه والاوتار والكلام ده كله. تمام. طيب الهيكل المحوري، والله الهيكل المحوري احنا بدأناه بالعمود الفقري. قلنا العمود الفقري دوت بيحتوي على كام فقره؟ 33 فقره. طب كام عظمه يا مستر؟ 26 عظمه. طيب العمود الفقري ده احنا قلنا اللي هو بيحتوي على ايه؟ على فقره، 33 فقره. طب كام عظمه؟ 26 عظمه. طيب الفقره دي بتحتوي على ايه؟ قال لي والله بتحتوي على 7 نتوءات. ايه هم يا مستر؟ الاثنين نتوء مستعرض و2 نتوء مفصلي امامي اللي هو اللي بيشتغلوا لي النتوء المستعرض. طيب وعندي نتوء شوكي شايل لي 2 نتوء مفصلي خلفي. يبقى كده عندي كام نتوء؟ عندي 7 نتوءات في الفقره النموذجيه. طيب عندي كام عدد انواع النتوءات؟ 4 اللي هو نتوء مفصلي خلفي، نتوء مفصلي امامي، والنتوء الشوكي، والنتوء المستورد. يبقى ديت عدد الانواع. طيب بيقول لي عدد الانواع الشوكيه بالعمود الفقري. طيب هقول لك والله عدد النتوءات الشوكيه في العمود الفقري كله 23. ليه بقى يا مستر؟ لان بيبدا من الفقره الثانيه لحد القطعه لحد القطعه الفقره القطنيه الاخيره. فبكل بساطه انا عندي كام فقرة متمفصلة؟ عندي 24 فقرة متمفصلة. طيب لما اشيل منها الأولى يبقى 23. ال 23 فقرة من أول الثانية لحد القطنية هم دول اللي بيحتوي على نتوء شوكي. والأولى في العنقية والفقرات العجزية والفقرات العصوصية دول ما فيهمش نتوء شوكي. تمام. طيب عدد النتوءات المستعرضة 48. طيب لان الفقرات المتمفصله كام يا مستر؟ 24 في 2 يبقى ب 48 نتوء مستعرض. طيب بكل بساطه النتوءات المستعرضه موجوده فين يا مستر؟ موجوده في الفقرات المتمفصله اللي هي العنقيه واللي هي كمان الظهريه او الصدريه، وموجوده في القطنيه. طيب يبقى 24 في 2 ب 48. عدد النتوءات المفصليه الاماميه عندي 50 نتوء مفصلي امامي. ليه بقى؟ لان الفقرات المتمفصله 24 في 2 ب 48، وعندي اول فقره عجزيه بتتمفصل باخر فقره قطنيه ب2 امامي. يبقى 2 و48 يبقى عندي كده 50 مفصل امامي. عدد النتوءات المفصليه الخلفيه 48 اللي هي الفقرات المتمفصله 24 في 2، والباقي مفهوش. على طول يزداد حجم الفقرات المتمفصله من العنقيه الى الاخر، وديت علاقه طرديه ما بين الحجم وما بين رقم الفقره اللي هي المتمفصله. ليه بقى يا شباب؟ لان انا لما بقول الفقره الاولى
لما بقول الفقرة الأولى يا شباب فبقول 1، فبيقول حجمها صغير. طب 2 حجمها بيكبر شوية، تمام. طب 3 حجمها بيكبر شوية، لحد ما بتوصل للفقرة رقم 24 وبيكون أكبر حجم وأكبر رقم في المتمفصلة. يبقى هنا العلاقة ما بينهم طردية، ما بين الحجم وما بين رقم الفقرة المتمفصلة، وبيقل بقى من أول العجزية لحد نهاية العصعصية. وديت بتعتبر العلاقة ما بينهم علاقة عكسية. فين يا مستر؟ ما بين العدد وما بين الحجم، فين؟ من أول العجزية لحد العصعصية. أمال من البداية في الفقرات المتمفصلة العلاقة فيها طردية، أمال في العجزية والعصعصية العلاقة فيها عكسية، تمام. في علاقة طردية ما بين الحجم الفقرة والقرص الغضروفي، وديت بكل بساطة اللي حجم الفقرة والقرص الغضروفي بيكون تبع الحجم بتاع الفقرة. فطبعا احنا ما عندناش في الفقرات الملتحمة قرص غضروفي، ما عندناش في الفقرات الملتحمة قرص غضروفي، لانها ملتحمه مع بعض بيكونوا عظمه واحده، واحنا عارفين ان الغضاريف بتتحضر ما بين العظام. طيب يبقى كل فقره ما بينها عظام ما عدا الفقرات الملتحمه. فبنقول هنا الفقرات على طول حجم الفقره والقرص الغضروفي طبعا بيكون على مقاسها على قدها، فالعلاقه بيكون علاقه طرديه لان الحجم هيساوي حجم القرص الغضروفي. طيب اكبر الحلقات الشوكيه هي التي توجد في الفقره العنقيه الاولى. الحلقه الشوكيه الاولى هي اكبر حاجه فيهم، اللي هي في الفقره العنقيه الاولى. طيب بيقول لي برضو الضغط اللي وقع على الفقرات بيزود لي في العدد، يعني كل لما بضغط في الفقرات كل ما بيزود لي العدد، ده طبيعي. 1 2 3 4 من فوق لتحت، فكده كده بضغط وبزداد ضغط على القرص الغضروفي. تتمفصل الفقرة مع الفقرة السابقة بواسطة النتوء المفصلي الأمامي والخلفي عشان بتتيح الحركة. أنا بعمل هنا اتصال ما بين الفقرات بكل بساطة، وشارح لك ازاي الفقرة بتتوصل مع بعضها، وديت شرحتها في الجزء بتاع العمود الفقري. وديت بكل بساطة النتوءات المفصلية بتتوصل مع بعض عشان تتيح الحركة. طيب أهمية النتوءات الشوكية هي حماية الحبل الشوكي طبعا من الخلف، وبكل بساطة بتشكل لي اتصال مناسب. النتوء الشوكي ده بيتصل لي اتصال مناسب للعضلات والأربطة، وبيدعم لي العمود الفقري. طيب أهمية النتوءات المستعرضة ديت اتصال مناسب للعضلات وللأربطة، وبيمثل لي برضو تمفصل الضلوع مع الفقرات مع الفقرات الظهريه مع الضلوع. واحنا عارفين ان الضلع هيتربط في الفقره بجسم الفقره والنتوء المستعرض. طيب اهميه النتوءات المفصليه بتساعد على اتصال طبعا الفقرات ببعضها، تمام. وبتكون لي طبعا مفاصل غضروفيه ما بين الراس والنصف العلوي من الجسم عشان خاطر يتيح لي الحركه. طيب ديت النتوءات المفصليه. طيب نكمل. تتصل الفقرات الظهريه بالضلوع بينما الفقرات العجزيه بالحزام الحوض. يعني ايه بكل بساطه؟ يعني انا جبت الفقرات الظهريه اللي هي الصدريه وصلتها بالضلوع، وديت شكلت لي القفص الصدري، تمام. اما الفقرات العجزيه هتتوصل لي بمنطقه الحوض، وديت اللي ان شاء الله اللي احنا هنعرفها الحصه الجايه، تمام. بين كل فقرتين مفصل غضروفي عشان يقلل، يعني كل فقره وفقره كده، الفقره هنا والفقره هنا وما بينهم قرص غضروفي، هنا اقول على ده مفصل غضروفي عشان بكل بساطه يسهل لي الحركه. لا يمكن ان يتسع او يضيق التجويف الصدري لو كانت الضلوع كلها متصله ببعضها وما فيش ما بينهم عظمه القص وما فيش ما بينهم الضلوع، فهتلاقي الضلوع كلها علبه واحده. ما ينفعش، احنا عاوزين تتحرك عشان خاطر الشيق والزفير، احنا نموت يا ابني. يوجد الفقرات العجزيه والعصعصيه ما بين الفقرات العجزيه يا شباب وما بين الفقرات العصعصيه مفصل غضروفي ليفي، وده اللي ان شاء الله نعرفه لما نيجي نشرح المفاصل، تمام. طيب بعد كده هنقول المفصل ما بين الجمجمه والفقره العنقيه الاولى بيكون مفصل زلالي، ودوت اللي ان شاء الله لما نيجي نشرح المفاصل هنشرحها بالتفصيل. المفصل ما بين الفقره العنقيه الاولى والفقره العنقيه مفصل زلالي، بس بعد الفقرات كده مفصل غضروفيه. يعني اول مفصل في العمود الفقري مفصل زلالي. ليه؟ لانه بيربط ما بين العنقيه الاولى والعنقيه الثانيه، وبيربط ما بين العنقيه الاولى وما بين الجمجمه. دمة الاثنين دول اول مفصليين دول زلالي، وبعد كده غضروفي، تمام. المجموعتين الاخرى من العمود الفقري اللي هي العجزيه والعصوصيه دول ملتحمين عشان بتثبت لي العمود الفقري وبتعمل لي التدين.
طيب عدد الاوعيه اللي هتغذي لي الجزء السفلي من عظمه القص صفر. طبعا صفر. ليه بقى يا مستر؟ لان الجزء السفلي بتاع القص عباره عن غضروفي، والغضروفي دهوت يا شباب ما بيمشيش فيه اوعيه دمويه. امال مين اللي بيمشي فيه يا مستر؟ اللي بيمشي فيه العظمي. تمام. طب الغضاريف ديت هتتغذى لي بواسطه خاصيه ايه؟ خاصيه الانتشار، اللي هي هتجيب الاكل بتاعها والاكسجين بتاعها بواسطه خاصيه الانتشار. طيب عظمه القص الجزء العلوي طبعا متكون من عظام، والجزء السفلي طبعا بيتكون من غضاريف، وبيوصل اليها الغذاء بطريقه غير مباشره اللي هي بواسطه الانتشار. تمام. وبطريقه مباشره عن طريق الاوعيه الدمويه، وديت يعني اللي احنا بعمليه السمحقاء اللي هي ايه؟ من الجزء العظمي. بس بكل بساطه هي بتتنقل عن طريق خاصيه الانتشار. طيب الجزء الغضروفي في عظمه القص بيحميلي المعده، وهو اللي بيسمح لي بالتمدد بتاع المعده لما بتتملى بالاكل. تمام يا شباب. وبيتصل برضو بالحجاب الحاجز. تمام. وديت عضله طبعا اراديه لها دور طبعا في عمليه التنفس. تمام. للعظام علاقه بثلاث اجهزه، طبعا ثلاث اجهزه اللي هي الهيكلي والدوري والمناعي. الهيكلي اللي هو العظم دوت يشكل لي عمليه تدعيم وهكذا، الدوري اللي هو فيه اوعيه دمويه، المناعي اللي هو بينتج لي خلايا الدم. تمام يا شباب. طيب في عندي بقى سؤال وتكه مهمه جدا جدا جدا، وديت اللي هختم بها الفيديو وهقول لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السؤال طار من دماغي، الله ياخدكم. ربنا يخليكم يا شباب، وربنا يوفقكم، وربنا يعينكم ان شاء الله. انا عندي في القفص الصدري عندي 3 انواع من الضلوع. عندي ضلوع حقيقيه، وعندي ضلوع كاذبه، وعندي ضلوع عائمه. الضلوع الحقيقيه من 1 ل7 اللي هي بتتصل اتصال مباشر بالقفص الصدري، والضلوع الكاذبه ديت يا شباب اللي هي بتتصل اتصال غير مباشر، اللي هو الثامن والتاسع والعاشر. تمام. ال3 دول بيتوصلوا لاتصال غير مباشر في عظمه القص. وعندي ثالث نوع اللي هو الضلوع العائمه، وديت بكل بساطه يا شباب اللي هي تتوصل لي باخر فقرتين ومش هتتوصل بعظمه القص. يبقى عندي 3 انواع من اتصال الضلوع في القفص الصدري. عندي اتصال مباشر، وعندي اتصال غير مباشر، وعندي الضلوع العائمه. اتصال مباشر من 1 ل7 في الضلوع، واتصال غير مباشر من اول 8 و9، من اول ال8 لحد العاشر، والضلوع العائمه اللي هو ال11 وال12. تمام يا شباب. طيب عندي برضو فكره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلنا الاوعيه الدمويه، وقلنا عظمه القص، وقلنا كمان العلاقه بتاعت الاجهزه اللي هي الهيكلي والدوري والمناعي. كده بفضل من الرحمن خلصنا الجزء اللي هو الهيكل المحوري. انتظرونا ان شاء الله كل جمعة وثلاث في حصة جديدة على اليوتيوب. اشوفكم على خير بإذن الرحمن، ومتنسوش تعلقوا بالتعليق لو استفدتوا من الحصة، ومتنساش برضو اللي فيه جروبات الواتس وفي امتحان كمان تحت الحصة. خش امتحن واختبر نفسك، وربنا يوفقك ويعينك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد الحصة جمعة وثلاث على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.